اطلعي يلا. يلا اطلعي نضفي. كمليها يا امي، كمليها يا امي. طب تنضف بيتها. انت يا امي تعملي كده؟ انت تعملي فيها كده؟ ازيك يا امي، عامله ايه؟ خير يا ابني، الحمد لله يا حبيبي. معلش بقى يا امي، يعني انت يعني اتصلت عليكي عشان تيجي تعبانه شويه. ولا يهمك. مراتك فين؟ مراتك جوه. طيب انا هنزل دلوقتي، هطلع اروح الشغل. حضرتك يعني بعد اذنك يعني لو احتاجت اي حاجه فمعلش انا اسف، حقك عليا. حاضر يا اعملها لها يعني. لا عيني يا ابني، عيني. حاضر. الله يخليكي يا توصيني امي. عليها. مش عايزه اي حاجه؟ لا يا حبيبي، ربنا يرزقك يا رب، ربنا يحن عليك يا حبيبي. المرة دي تعبانه ايه؟ لو احتاجت حاجه اعمل لها. عليا انا الكلام ده؟ انت يا بنت قومي يلا عشان تروقي يا اختي. انت يا هانم يا اللي نايمالي. ايوه يا ماما. ايه يا حبيبتي لسه نايمالي لغايه دلوقتي ليه؟ لا انا ما كنتش نايمه، انا بس تعبانه شويه. تعبانه قومي بس يلا عشان تروقي لنا الشقه دي. الكراكيب اللي انت سايباها والزباله دي بلا تعبانه. يا ماما طب شويه كده، انا بس تعبانه قوي ولسه واخده حقنه مسكن. خلاص مش خدتي حقنه مسكن وارتحتي وسكنت؟ يلا يا حبيبتي روقي الشقه. انت هتعملي لنا فيها تعبانه ولا ايه؟ والله انا مش قادره دلوقتي، هكلم اختي دلوقتي تيجي تساعدني. لا مفيش اختك، انت اللي هتروقي. محدش يجي هنا شايتبني. انت اللي هتروقي الشقه. يا ماما والله بقول لك تعبانه، مش قادره اعمل اي معلش مفيش تعبانه ولا حاجه. يلا يا حبيبتي، يلا يا ماما عشان تروقي. يلا، ما احنا كنا تعبانين وكنا بنشيل ونعمل ونسوي. تعبانه ايه ومسويه ايه؟ انت هتدلعي علينا؟ تعبانه ايه؟ ده وجع قلب. احمد ايه؟ احمد ايه؟ امي ايه نسي؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. يا ابني، ما انا بعمل من الصبح. معلش يا ام، والله انا عارف انك يعني احنا تعبانك جدا، بس انت لا عارف. مفيش تعب ولا حاجه. انا اسف والله يا امي، انا اسف ولا والله. يهمك يا ابني، ولا يهمك. قلت لك خد اللي مننا، خد بنت خالتك. مراتي مالها يا امي؟ هي كويسه؟ كويسه معاك انت يا احمد، مش مع امك. ليه اللي حصل منها؟ مراتك يا احمد بتزعلي وبتغلط فيا وبتشتمني. ايه؟ ايوه يا ابني، وانا ما كنتش راضي اقول لك عشان ما اعملش مشاكل بينكم. امي مراتي بتغلط فيك ازاي؟ بتشتمني يا احمد وبتزعقلي وبتهني. هو انا لازم اقول لك ازاي؟ هو انت مش مصدق امك يا احمد؟ لا يا امي والله، بس بجد يا امي. ايوه يا ابني، وانا ما كنتش عايزه اقول لك. كنت خدت بنت خالتك يا ابني، احسن من الغريب. اشتمك دينا. دينا، ايوه. ايه اللي انت عملتيه مع امي ده؟ ما عملتش حاجه. انت عارفه انت عملت ايه؟ انت بتشتم امي؟ انا ما حصلش والله. ما حصلش؟ لا انت كدابه، انت بتكدبي. انت عارفه انت لو مش تعبانه كان هيبقى في تصرف تاني. انا هكدب يا احمد؟ والله العظيم ما حصل، صدقني. دينا، انت عارفه انا عملت ايه علشان اتجوزك؟ ما تخلينيش اندب في يوم من الايام ان انا عملت كده. انت فاهمه؟ حاضر يا احمد. امي هنا مش عشان تخدمك، انت ليك حق وهي لها حق. انت فكري شويه. بس صدقني يا احمد الكلام كلام خلص. يعني متبهدليني وكمان بتوقعيني في جوزي. احمد، اهلا باشمهندس، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا ممكن اقول لك على حاجه يا احمد، بس ما تزعلش مني، انت عارف احنا اخوات يعني. طبعا يا استاذ باشمهندس. انا كل يوم وانا نازل الشغل يا احمد بسمع صوت والدتك بتزعق لمراتك. ايه؟ يعني دي حاجه ما كانش ينفع اتدخل فيها، بس كان لازم انا اقولها لك. يعني صوتهم كان بيجيب لاخر الشارع. انت متاكد اني متاكد يا اني زحمة. انا بتزعق لمراتي؟ ايوه يا احمد، وانا نازل من الشغل كل يوم بسمع صوت والدتك بتزعق لمراتك. تمام يا باشمهندس. على راسي يا زحمة. شكرا. ماشي يا زحمة. ازاي؟ ضم هي اللي كانت بتقول ان هي بتزعق لها. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ هو حضرتك قاعده في البلكونه بتعملي ايه؟ ما بعملش حاجه، انا بس بشم شويه هوا عشان مخنوق. شويه هوا ايه؟ تعالي بصي الدنيا اللي زي الزفت، بدل ما انت واقفه تشمي لي هوا. اتفضلي يا اختي، يلا تعالي نضفي. على فكره انا لسه مروقاها يا ماما. يعني انا بتبلى عليكي؟ لا مش قصدي يعني. امال ايه طيب؟ هو انت اهلك علموكي تردي عليا؟ انا ما ردتش. ما انت بتردي عليا اهو، ما انت بتخليني انا بتبلى عليكي اهو، بتكدبيني. بقولك الدنيا زي الزفت. انت شكلك كده ما تربيتيش. لا يا انا ما اسمحلكيش لحد هنا. انت بتزعقي لي؟ لا انا ما زعقتلكيش.
انت على عيني وعلى راسي عشان انت ام جوزي، لكن انا متربيه وطالعه من بيت اصول واهلي تعبوا فيا جدا. مش هتيجي في الاخر تقولي لي انت ما تربيتيش. وعموما شكرا جدا على كلامك ده، انا هفضل اخدمك برضه عشان انت ام جوزي، يعني يعتبر امي مهما تعملي. بس انا لازم احط حل في الوضع ده، ولما يجي احمد انا هقول له كل حاجه. ما تقولي له يا اختي، وانا بقى هوريكي هعمل فيكي ايه اكتر من اللي انا بعمله فيكي ده. انا عايزاكي تقولي له. يعني امي تعمل كده؟ ايوه هو ده اللي حصل. الكلام ده حاصل من يوم ما جات، بس انا ما كنتش عايزه اقول لك عشان ما افرقش بينكم وتقول ان انا بوقع. بس انا تعبت يا احمد بجد، وبعدين انا حامل، يعني ممكن يجرالي اي حاجه وانا في الحمل ده. دينا انت متاكده باللي بتقوليه؟ اكيد انا مش هكدب عليك ولا هتبلى عليها يعني. ماشي يا دينا ماشي، انا هعرف ايه الموضوع. ماشي اطلعي يلا، يلا اطلعي نضفي. كمليها يا امي، كمليها يا امي. طب تنضف بيتها. انت يا امي تعملي كده؟ انت تعملي فيها كده؟ ده مراتي مش مرات حد غريب، يعني انت لو بتعاملها كويس هتعاملها علشان خاطري، لكن فين معزتي دلوقتي؟ انا عرفت يا امي انك انت ما بتحبنيش صح؟ لا يا ابني ما تقولش كده. ما قولش كده، ما كانش زمان شفت اللي حضرتك بتعمله فيها. بص يا امي انا مش عارف اقول ايه، لكن انت امي وتفضل على دماغي مهما تعملي، ولكن مرضاش ربنا ان استنى في بيت حضرتك بتعملها كده. بص يا امي انا همشي، هاخد مراتي وامشي من هنا، مش هتشوف وشي تاني. لا يا احمد لا، ما تسيبنيش وتمشي يا ابني. انت هتسيبني لوحدي؟ ما تسيبنيش يا ابني، اموت في الشقه لوحدي يعني يا احمد وما الاقيش جنبي. حقك عليا يا ابني، انا غلطت. انا مش هعملها كده تاني، انا غلطانه. خلاص يا احمد انا مسامحاها، هي زي امي مفيش اي حاجه. يعني يا دينا بعد اللي انا عملته فيكي ده يا بنتي مسامحاني؟ انت زي امي. حقك عليا يا دينا، حقك عليا. كلميها يا دينا، كلميها. يعني شفت يا امي حقك عليا بعد اللي عملت فيه؟ شفتي بعد ما عملت فيها ايه اللي حصل؟ سامحتك. دينا انا تحت، هات الهدوم والسرير. لا يا احمد خلاص. حقك عليا يا ابني، حقك عليا يا احمد. ما تمشيش تسيبني لوحدي يا احمد، اموت في الشقه لوحدي. حقك عليا يا احمد، حقك عليا يا ابني. ما تسيبونيش لوحدي يا بنتي. خلاص ما تسيبونيش. تعالى يا احمد، خلاص يا احمد. انت يا دينا خلاص. حقك عليا يا بنتي. ماما انا مش هقدر اعمل اي حاجه، ده قرار. معلش يا بنتي. تعالي اقعدي يا احمد. يا ابني تعالى يا احمد. خلاص يا احمد، سامحني يا ابني، اول واخر مره. مش هزعل مراتك. انا لما بحبكيش تكوني في الوضع ده يا امي. بعد اذنك امي ما تعيطيش. انا لو عليا انا مسامحك، انت امي مهما تعملي انا مسامحك. خلاص يا احمد انا مش همشي من البيت ده، وهي امي زي ما هي امك بالظبط. ماشي يا دينا. حقك عليا يا ولادي، سامحيني يا بنتي، سامحيني. ماشي انا هروح الشغل. ماشي يا ابني، مع السلامه. سامحيني يا بنتي، سامحيني. انا مش مصدقه ان انا بعد اللي عملته فيكي ده كله وانتي سامحتيني. حقك عليا. انتي امي.